أسباب خسارة الأهلي من البنك الأهلي 4-3. مش فاكر إمتى الأهلي استقبل في مباراة واحدة في الدوري العام 4 أهداف. مش فاكر إمتى الأهلي كان متقدم مرة واثنين وثلاثة على الفريق الخصم والفريق ده بيقدر يتعادل، ومش بس كده بيعمل ريمونتادا على الأهلي وبيكسب 4-3. ومش بس كده، ده فريق في آخر الجدول، يعني في الترتيب هتلاقيه في المركز تقريبا ال 15 أو 16. مش فاكر إمتى الأهلي كان الفريق الخصم بيجيب فيه أهداف وبيسجل فيه أهداف ملعوبة، بيلعب براحته، بيسجل براحته، بيمرر براحته، بيلعب 1-2. لو شفت الهدف اللي سجله محمد هلال الهدف الثاني، شوف الكرة ملعوبة ما بينه وما بين أيمن أشرف 1-2 داخل ال 18. شوف الهدف الثالث اللي كان فيه خطأ من شوبير، هتلاقي الكرة ملعوبة 1-2 داخل ال 18. شوف الهدف الرابع اللي سجله البنك الأهلي. امتى الأهلي ظهر بالسوء ده؟ أسباب هزيمة الأهلي رقم 1 و2 و3 و4 كولر المتسبب الوحيد، سواء بتوظيف لعيبه في اماكن غير اماكنها، سواء بالعناد على استمرار اللعيبه دي داخل الملعب وعدم تعديل من طريقه لعبه او توظيف اللعيبه. كولر من البدايه لعب عمر كمال في مركز المساك الشمال، ومعرفش هو عمر كمال هيلعب مساك شمال ولا باك شمال ولا مساك يمين ولا باك يمين ولا هاف يمين، وظيفته ايه في الملعب عمر كمال. عايز تريح محمد عبد المنعم رقم 1، لو انت ما عندكش مدافع تخلي رامي ربيعه اول مدافع يكون سيرد باك شمال، لانه هيقدر يجيب افضل من اي حد تاني. رقم 2 تخلي محمد هاني اللي لعب باك او مساك يمين قبل كده يكون هو المساك اليمين ليك، لكن ما تلعبش بعمر كمال باك شمال او مساك شمال، لان مش هيديك حاجه. انت حيرت اللاعب مره واثنين وثلاثه في كل مركز، او كل مره بيشارك فيها بيشارك في مركز مختلف. لقيت فريق البنك الاهلي بيسجل فيك هدف من خطا من عمر كمال، كان طبيعي وضروري جدا ان انت اول حاجه تعملها يا تنقل اكرم توفيق داخل الملعب يكون مساك يمين جنب رامي ربيعه، وتخلي عمر كمال باك يمين، او تخرج عمر كمال وتنزل محمد هاني او تنزل خالد عبد الفتاح. المهم ان انت تحل المشكله والازمه دي، لكن اصرارك على ان انت تخلي عمر كمال مساك شمال وبتخلي فيه فجوه ما بين عمر كمال وعلي معلول، فجوه ما بين عمر كمال ورامي ربيعه، ارتباك من رامي ربيعه لانه يعتبر بيلعب لوحده في خط الدفاع، ارتباك في التمركز، مفيش اي قرار صحيح، كل كره بتروح علينا بتشكل خطوره، كل كره بتروح علينا بتدخل في مرمانا هدف، لدرجه ان احنا بنستقبل 4 اهداف. كان لازم على كولر ان هو يغير من بدري، كان لازم على كولر ان هو يطلع عمر كمال او يحل المشكله دي بعد دخول محمد هاني. كان محمد هاني يلعب جنب رامي ربيعه وعمر كمال يلعب كباك يمين، لكن اصرار كولر على توظيف عمر كمال في مركز قلب الدفاع في الناحيه الشمال كانت حاجه غريبه جدا، والنتيجه ان الاهلي بيتهزم 4-3. مش هقول لك ان عمر كمال المتسبب الاول الوحيد ان الاهداف تدخل فينا، لكن خط الدفاع مع لاعب مش قادر يتمركز صح، مش قادر يطلع بالكره صح، مش عارف يقف في مكانه صح، طبيعي ان يدي لخط الدفاع قلق وارتباك، فده اللي حصل، وكانت النتيجه ان احنا بنتهزم في اول مباراه في الدوري. خلي بالك انت صعبت المباراه على نفسك بتوظيف لعيبه في البدايه غلط، وبالعناد كمان ان اللعيبه ديت فضلت في الملعب او ما عدلتش من اماكنهم وتوظيف اللعيبه، وبتصعب الدوري على نفسك بخساره مباراه النهارده، وهتصعب الدوري على نفسك لو لعبت مباراه بنفس الشكل وبنفس الاداء وبنفس الريتم اللي انت لعبت بيه النهارده. عدم جديه من المدرب على الخط، عدم جديه اتنقلت للعيبه داخل الملعب. المدرب لو عنده جديه على الخط وعنده اصرار على اللعيبه ان هي تلعب لعبها، اضغط، اطلع فوق، ركز، ما تقفش على الخط سايب اللعيبه بتلعب وناسيه نفسها، مفيش اي حلول، مش قادر تحافظ على الهدف. على الاقل كان لازم ان انت تسجل هدف تاني وتالت تعمل فرق علشان تكسر طموح البنك الاهلي، لكن تسيب البنك الاهلي زي ما قلت. شوف الهدف الاول تسجل عليك كره ملعوبه، شوف الهدف الثاني تسجل عليك كره ملعوبه، الهدف الثالث، الهدف الرابع كور ملعوبه، اهداف ملعوبه. لينا ضربه جزاء اللي جت في ايد ايمن اشرف وما اتحسبتش، لكن في النهايه انت ما قدمتش الاداء المطلوب منك. كان لازم يكون في اداء جيد افضل من كده من كولر على الخط لاداره المباراه، التغييرات ما تتاخرش، توظيف اللعيبه ما يبقاش كويس، ما فيش اي حاجه ايجابيه في الملعب النهارده غير ممكن ظهور رضا سليم بشكل مميز، ممكن تسجيل مودست هدف، ممكن ظهور طاهر بشكل فيه باص كويس وباص متقن، لكن غير كده في العموم كولر قدم مباراه سيئه جدا جدا. والمباراه ديت امتداد لمباراه الزمالك اللي ما كانش فيها موفق وما قدمش مباراه جيده. كولر لازم يبطل عناد شويه، فكره العناد دي، فكره ان انت توظف لاعب بشكل غلط وتصر على ان اللاعب ده هيديك هيديك هيديك، وفي النهايه بتتهزم 4-3. مباراه زي كده لو اتهزمناها هنصعب الدوري على نفسنا. لازم
نراجع نفسنا ولازم نفوق نفسنا ويكون في جديه في الملعب اكتر من كده. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى من كل واحد بيشوف الفيديو ده لو لسه اول مره بيشوف قناتي تشترك في القناه وتفعل الجرس، سيب لايك كومنت للفيديو وان شاء الله اوصلك كل جديد.